انقلاب على الشرعية. هل اكتفى وليد الركراكي بدوره في التبليغ أم أن له يد في هذه الإقالة؟ المتعارف عليه عالميا أن الإخطار بالإقالة يتم عبر قنوات معروفة، إما عن طريق رئيس الجامعة مباشرة ويبلغ برسالة، إما عن طريق رئيس لجنة المنتخبات الذي هو فوزي القجع، إما عن طريق المدير الفني، إما عن طريق السكرتير العام للجامعة، وإما من خلال سكرتارية تعطيه رسالته وتسلمه قرار الإقالة. لم يحدث أي شيء من هذه الإجراءات. من أخبر عصام الشرعي بقرار الإقالة هو وليد الركراكي. مصادر متنوعة وموثوقة ومن داخل الجامعة أكدت أن هذا الاجتماع حصل فعلا، وأن عملية التبليغ كانت من قبل وليد لعصام الشرعي بحضور رشيد بن محمود. تحدث عن طرد تعسفي لمدرب كان ينتظر ويحضر ويجهز لائحته وينظر إلى أولمبياد باريس. انقلاب على الشرعية، هذا ما يمكن أن نصف به إقالة المدرب عصام الشرعي من تدريب المنتخب الأولمبي المغربي أقل من 23 سنة يوم أمس. انتظرت 24 ساعة حتى أعقب على الموضوع وحتى أدرس جوانبه وأنتقل لتقصي الحقائق هنا وهناك لأصل إلى الحقيقة، وهذه الحقيقة هي حقيقة مرة فعلا. اليوم نتحدث عن مدرب مغبون، نتحدث عن قرار جائر، نتحدث عن طرد تعسفي لمدرب كان ينتظر ويحضر ويجهز لائحته وينظر إلى أولمبياد باريس كاستحقاق مهم دون مقدمات، دون أي شيء ممكن أن يجعل هناك قاعدة قانونية. يتم إقالة هذا المدرب هكذا، يتم استدعاؤه ويبلغ بقرار الإقالة. لكم أن تتخيلوا معي حجم الصدمة. مدرب ينظر إلى آفاق مستقبلية، يشاهد اللاعبين، يحضر العناصر التي سيعتمد عليها، يأخذ بعين الاعتبار العناصر التي قد تصعد إلى المنتخب الأول، يجهز نفسه، وفي الوقت وليد الركراكي. وستقولون وما علاقة وليد الركراكي بالمنتخب الأولمبي وبقرار الإقالة أو التعيين؟ ما حدث هو أن التغييرات التي يتحدث عنها البلاغ ليست بالشكل الذي جاء في البلاغ. حصلت تغييرات مهمة داخل الهيكلة العامة للمنتخب المغربي. لمعلوماتكم أن وليد الركراكي أصبح مسؤولا عن المنتخب الأول وعن المنتخب الأولمبي في نفس الوقت. لم يصدر أي بلاغ، ولكن هذا هو المسمى الجديد والمسؤوليات الجديدة لوليد الركراكي داخل هيكل كرة القدم في الجامعة. من أخبر عصام الشرعي بقرار الإقالة هو وليد الركراكي. مصادر متنوعة وموثوقة ومن داخل الجامعة أكدت أن هذا الاجتماع حصل فعلا، وأن عملية التبليغ كانت من قبل وليد لعصام الشرعي بحضور رشيد بن محمود. وبالطبع هذه الأمور نستغرب لها، لأن في نهاية المطاف من يتعاقد مع عصام الشرعي هي الجامعة، وكان الجامعة هي التي تبلغه وليس مدرب المنتخب الأول. عملية التكتم على أن يكون وليد الركراكي هو المشرف على المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي عملية كان عليها أن تكون منشورة في الإعلام ومصرح بها ومعلن عنها. عملية الشفافية التي أقولها لكم وأكررها، هذه أمور تفتقدها الجامعة الملكية المغربية. لازلنا نشتغل في الكواليس، ولازلنا لا نريد أن نظهر عملنا بشكل واضح أمام الجميع. ما المانع في أن تخرج الجامعة وتقول لقد تم تعيين وليد الركراكي مسؤولا عن المنتخبين معا؟ اليوم نفهم لماذا تتم هذه الإقالة، رغم أننا
اتفقنا في البداية على أنها ليس لها أي سند قانوني. هناك فقط قرار اتخذ من جهة معينة داخل الجامعة، وكلف وليد الركراكي بأن يبلغها لعصام الشرعي. الآن نطرح السؤال: هل اكتفى وليد الركراكي بدوره في التبليغ أم أن له يد في هذه الإقالة؟ حينما ننظر إلى الأحداث التي عشناها مع المنتخب الأولمبي وعشناها مع المنتخب الأول، والتراكمات التي حصلت وخيبات الأمل التي صاحبت مشاركة المغرب في كأس أفريقيا، سنفهم عدة أشياء. ما يتحدث عنه البلاغ من تنسيق وتواصل الذي أعرفه والذي وصلني من معلومات ومن مصادر مختلفة وموثوقة، أن حكاية التواصل هذه لم تكن موجودة أصلا داخل الجامعة الملكية المغربية ولا داخل المنتخبات، أي أن عملية التشاور ما بين المدربين هذه أمور كانت دائما منعدمة ومفقودة ولم تكن موجودة، بدليل أنه منذ كأس إفريقيا التي فاز بها المنتخب المغربي تحت 23 سنة، وبعد ذلك الاحتفال وذلك العناق ونزول فوزي القشع ونزول الركراكي إلى رقعة الميدان وتحية اللاعبين، لم يكن هناك أي تواصل أبدا ما بين هذا المنتخب والمنتخب الأول. وحينما أقول ما بين هذا وهذا أي ما بين مدرب هذا المنتخب ومدرب المنتخب الآخر، علما بأن التواصل والتنسيق كان من المفترض أن يكون، خاصة وأن وليد يقول أنه بحاجة إلى لاعبين يلعبون في المنتخب الأولمبي. راجت أخبار تقول بأن ربما سبب الإقالة هو الخلاف الذي كان ما بين وليد الركراكي وعصام الشرعي حول الأسماء التي ستضمها لائحة الأولمبي وستضمها لائحة المنتخب الأول، خاصة في المباراتين القادمتين بالنسبة للفريق الأول أمام مالي وموريتانيا، وبالنسبة للفريق الأولمبي أمام أوكرانيا وويلز، وأن هناك تضارب مصالح، هناك لاعبين يرغب فيهم وليد ولكن لا يريد أن يتخلى عنهم عصام. كل هذا الكلام عار عن الصحة، لم يتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل من خلال اللائحتين، لم ندخل بعد موضوع اللائحة، ولذلك ليس هناك أصلا خلاف. قد يكون هذا الخلاف يلوح في الأفق ولكن لم نصل إليه حتى هذه اللحظة. ربما الجامعة قامت بحركة استباقية وأنهت أي احتمال لوجود خلاف قائم بإقالة عصام الشرعي، ولذلك تنتفي أي إمكانية لوجود خلاف حول اللائحة. ولكن ما روج له على أن هناك خلاف حول اللائحة هذا أمر عار عن الصحة تماما، كما هو الشأن بالنسبة لأي لقاء تم بين فوزي القشع وبين عصام الشرعي، حتى نكون واضحين. إذن هناك شيء ما كان يطبخ داخل الجامعة الملكية المغربية، وكان يطبخ داخل إدارة المنتخبات الوطنية، ونحن نعرف هذه الصراعات التي تكون ما بين والتجاذبات ما بين الطرف والطرف الآخر، هذا يريد أن يشتغل مع فلان، هذا لا يريد فلان، هذا متحمس لفلان، هذا لا يستسيغ فلان. طبعا لا يمكن أن نروق للجميع، ولا يمكن لأحد أن يدعي في العالم أنه ممكن أن يكون له فقط أصدقاء، يجب أن يكون لديه أعداء. ولذلك أحيانا النجاح يولد العداوة، وبروز شخصية معينة تشتغل بهدوء بصمت دون أن تحتاج إلى تطبيل أو إلى بروز أو إلى فولكلور أو إلى خروج هكذا بتصريحات، ممكن أن يكون مصدر إزعاج بالنسبة للكثير. ولذلك اليوم باعتقادي مجيء طارق السكتيوي ليس كأننا في سيرك الذي يخرج قبعة وتخرج منها حمامة، نخرج مدرب هكذا، لا، هذه أمور تم التخطيط لها، تمت دراستها، تم التحضير لها. ولكن أين أخطأوا؟ أخطأوا في التوقيت. التوقيت ليس توقيتا مناسبا. قبل 4 أشهر وبضعة أيام من انطلاق أولمبياد باريس، ودون أي استحقاق ودون أي فشل ودون أي اندحار، تتم إقالة المدرب. ولذلك اليوم هم الذين يجب أن يساءلون: لماذا أقدمتم على هذه الخطوة؟ الرجل اشتغل بأمانة وبصدق
أدى مهمته وخرج من الباب دون أن يقوم بأي تصريح أو يزعج الناس أو يعقد ندوة صحفية. ما وصلني من أخبار من خلال مصادري هو أن الرجل اليوم قضى وقته في إنهاء معاملاته الإدارية حتى يفك الارتباط بينه وبين الجامعة الملكية المغربية، ولم يسمع عنه أي شيء. تحدث بآدمية للجميع وحي الجميع وظل مبتسما وظل راضيا بالمصير الذي آل إليه من خلال قرار جائر. وأعتقد أنكم ستكونون من صفي، لأن لا يمكن لرجل كان جالسا هادئا يحضر لعمله ولخطواته المستقبلية وينزل عليه خبر الإقالة كالصاعقة. الأحداث التي دارت هي أحداث سجلت تراكمات كثيرة وكان هناك فيها كثير من المتدخلين، واليوم نفاجأ جميعا بأننا كنا ننتظر أن يقدم وليد الركراكي استقالته وفاء بالتزامه، لأنه لم يضربه أحد على يده، لم يقل له التزم واخرج للإعلام وقل بأنني إذا فشلت في الوصول إلى المربع الذهبي سأغادر. لم يفعل ذلك، عكس ذلك جددت الجامعة الثقة في وليد الركراكي إيمانا منها بأن هذه عثرة وأن الآفاق المستقبلية هي مهمة جدا وأن الفريق سيستفيد من أخطائه وبالأخص وليد الركراكي. ماذا حدث اليوم؟ أننا ليس فقط أننا أبقينا وجددنا الثقة في وليد الركراكي، ولكن أعطيناه مسؤولية أخرى هي مسؤولية المنتخب الأولمبي.